بص انا هقول لك على اكتر 3 اراء انا قريتهم عن فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون. بعد كده هقول لك ايه من الاراء دي انا متفق معاهم، وايه من الاراء دي الى حد ما انا ليا تعليق عليها. اول حاجه قريتها خالص ان الفيلم طويل جدا، وان انت تقضي 3 ساعات ونص في السينما دي مهمه شاقه. هم في الحقيقه اعتقد ان هم 3 ساعات وثلث مش 3 ونص يعني، ولكن ما علينا من الملاحظه دي. الراي الثاني بيقول ان الفيلم ده هو فيلم هديه فعلا لعشاق السينما، وان هي دي السينما الحقيقيه، او على راي مارتن سكورسيزي المخرج العظيم مخرج الفيلم This is Cinema. الرأي الثالث بيقول ان روبرت دينيرو لولا الاداء الخرافي لروبرت داوني جونيور في فيلم اوبنهايمر كان جائزة الاوسكار احسن دور ثانوي او احسن دور ثاني محجوزة من قبل حفلة الاوسكار ما تبدأ حتى لروبرت دينيرو عن ادائه في الفيلم ده. ايه من الاراء دي صح او غلط، او ايه اللي انا بتفق معاه الى حد ما وبختلف معاه الى حد ما، ده اللي انا عايز اقوله لك في الفيديو ده. السلام عليكم. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، واحد من اشهر الافلام في 2023، واحد من اهم الافلام المنتظره، لان مارتن سكورسيزي بيقدم لنا هديه جديده من سلسله انتاجه العظيمه والتاريخيه والمؤثره في صناعه السينما. وده لان مجرد ان مارتن سكورسيزي بينزل فيلم ده بيبقى حدث اي حد مهتم بالسينما لازم يتفرج عليه وبيتابعه. طيب ده مبدئيا. الفيلم هنا ماخوذ عن كتاب، والكتاب نفسه بينقل احداث حقيقيه حصلت في عشرينات القرن الماضي في الولايات المتحده الامريكيه بعد الحرب العالميه الاولى. في ولايه اوكلاهوما بيبقى في قطعه كبيره من الارض بيسموها اوساج كاونتي، دي المفروض ان تم شرائها من قبل قبيله من قبائل الهنود الحمر، مش مجرد مستوطنه ولكن هم اشتروها بالفلوس وفرضوا سيطرتهم عليها، وكان هدفهم ان هم يستقروا فيها بعيدا عن مضايقات اي حد تاني. ليه؟ لان كل الاراضي اللي تم تخصيصها للهنود الحمر على مستوى الولايات المتحده الامريكيه كان بيحصل عليها خلافات، نظرا انها بتكون اراضي خصبه او اراضي فيها بعض الثروات، ولكن هم اختاروا الارض دي لانها كانت ارض قاحله تماما ما فيش فيها اي امل. ولكن مع اول مشاهد الفيلم بتكتشف المصيبه اللي حلت عليهم، او الثروه اللي جابت لهم المصيبه اللي حلت عليهم، وان تم اكتشاف البترول في ارضهم. وعلى قد الفرحه اللي بتظهر معاك في اول المشاهد فانت بتعرف ان بقيه الفيلم هتحصل عدد من الكوارث، وهو ده اللي حصل فعلا، نظرا لان حصل توافد كبير من اصحاب البشره البيضاء للاستقرار في المنطقه، وحصل نوع من التزاوج بينهم وبين اعضاء قبائل الهنود الحمر اللي مع الوقت بداوا يتظاهروا ببعض المظاهر الامريكيه، سواء في اللبس او في طريقه العيشه او حتى في انفاق الثروه. وده كان نوع من الانسلاخ او نوع من التاثر الشديد بالثقافه الامريكيه او الثقافه الغريبه عنهم. وطبعا الرجل الابيض اول ما بيلمح الذهب الاسود بيجن جنونه، والسيطره عنده بتوصل لاعلى درجاتها، وبدا يوصلوا ويعملوا حاجه من الخدمات اللي بيقدموها اعضاء القبيله. واللي بتكتشف اثناء مشاهدتك للفيلم ان الاسعار، حتى اسعار الخدمات اللي كانوا بيقدموها للهنود الحمر اللي كانوا موجودين، كانت مختلفه تماما عن الاسعار اللي بتقدم لبقيه ناس، نظرا لان فرق المعيشه، لان اعضاء القبيله كانوا في ثراء عالي جدا لان بامتلاكهم للارض نفسها، فاصبحت الثروه نفسها معظم الوقت خاصه بيهم. وشركات البترول اللي كانت بتيجي عشان تشتغل في المنطقه دي كانت بتقدم لهم مميزات عاليه جدا وعقود شراكه قويه جدا، فكان في يعني سيل او نهر من الاموال بيرف عليهم. وده طبعا اثار لعاب كل واحد عاشق للثروه، بل وصل ان هم عند شرائهم الارض تم تحديد عدد قليل جدا من اعضاء القبيله، كان بيوصل لحوالي 2500 فرد، ان هم دول اعضاء القبيله الاساسيين او الاصليين، بينما هناك عدد من الناس اللي هم منتسبين الى القبيله ولكن لا يحظون بكامل الحقوق اللي بيحصل عليها اعضاء القبيله الاصليين، منها ان حتى طريقه صرفهم للاموال بتخضع لرقابه او لسلطه معينه موجوده في المدينه، هي اللي بتحدد لهم هياخدوا مصروف قد ايه ويصرفوه كام ويصرفوه في قد ايه. وده اللي احنا بنشوفه مع بطله فيلمنا هنا، اللي كانت تعتبر بيسموها فرد ليه رقم معين ولكن منزوع الاهليه، وبالتالي قدرته على الصرف محدوده برغبه المجلس ان هم يصرفوا لهم المصروف بتاعهم او الراتب بتاعهم، على عكس بعض افراد القبيله الاخرى. مع الوقت بنكتشف ان احد اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في المنطقه، والذي يحظى بعلاقات جيده جدا مع افراد الهنود الحمر الموجودين في المنطقه، هو ويليام هيل، اللي بيقوم بدوره هو روبرت دينيرو، واللي بيعتبر حاجه زي كبير المنطقه او واحد من هوامير الصناعه والتجاره اللي موجودين هناك. ومن هنا بيوصلوا ارنست بيركهارت ابن اخوه، واللي بيقوم ببطولته ليوناردو دي كابريو، اللي كان بيحارب في الحرب العالميه الاولى، بل وشاهد طاعون الانفلونزا اللي بيجتاح اوروبا، ولكن استطاع النجاه منه والعوده الى امريكا. وهو شخصيه عاشقه للمال،
شخصيه وصوليه لدرجه كبيره، ولكن في نفس الوقت ضعيف الشخصيه جدا، وعلى طول بينطوي تحت امره عمه اللي بيفهمه الوضع الموجود هنا وطريقه التعامل، ولابد من اجاده لغه الهنود الحمر والتعامل معهم باحترام وبحذر. وفي نفس الوقت لو قدر ان هو يتزوج واحده منهم فالموضوع ده هيفرق معاه كتير جدا. وضرب له مثل باحد الشخصيات اللي كانت مهمه وليها دور قوي جدا في الفيلم، اللي متزوج فتاه من الهنود الحمر، وبالتالي بيحصل على مرتب وثروه جيده جدا. ولكن بنكتشف مع الوقت ان في جرائم قتل غريبه جدا بتحصل لاعضاء قبيله الهنود الحمر فقط، تظهر فجاه قدامنا في الفيلم على مشاهد متقطعه او فترات منفصله، وتبدو في الاول ان هي ملهاش معنى او هي مشاهد عنيفه بدون اي رابط، ولكن مع الوقت بنكتشف ان هناك رابط قوي بيربط بين جرائم القتل دي. وفي اول ساعتين ونص احنا بنشاهد التفاعل اللي بيحصل ما بين الشخصيات الموجوده، وازاي ان جرائم القتل دي بتزيد، وازاي ان مجتمع الهنود الحمر بيشتكي ان في تجاهل حتى للتحقيق او الاهتمام بحوادث القتل وحوادث الموت غير المبرره. يعني مش مجرد قتل، لكن بتلاقي شخص هندي يتمتع بصحه جيده ولكن فجاه بيموت بدون اي سبب واضح. وفي حاله من التجاهل للتحقيق او الوصول ده، لغايه لما بنوصل لاخر ساعه اللي بيبتدي وصول فيها اعضاء من الاف بي اي بعد ما لفت انتباههم وجود دوافع ربما تكون اجراميه وراء حدوث جرائم القتل دي. في الوقت ده إرنست بينجح في الارتباط بمولي الفتاة التي تنتسب إلى الهنود الحمر، بينجح في الزواج منها، ومع الوقت بينجب منها 3 أبناء. ولكن دايرة الجرائم بتقع فيها عائلة مولي نفسها بوفاة أختها الأولى، بعد كده بوفاة أختها وزوج أختها. ومن هنا بيتضح معنا في نص الأحداث بالظبط إن في دايرة شيطانية بيقودها طبعا الشيطان الأبيض الموجود في المكان، واللي من خلالها بيرغب في تقليل عدد الهنود الحمر الموجودين والسيطرة على أموالهم. بتسير الأحداث حتى نهاية الفيلم عشان نشوف هل استطاعوا اللي هم تحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، هل استطاعوا ان هم يحاكموهم ولا لا، ايه مصير الهنود الحمر اللي كانوا موجودين في المنطقه دي وازاي تحولت احوالهم. بل وابطالنا كل واحد فيهم ايه المسار اللي مشي فيه، سواء ويليام هيل الرجل الغني الثري ملك المنطقه غير المتوج، او ارنست بيركهارت الشاب الطموح اللي عنده استعداد يعمل اي حاجه من اجل ان هو يوصل، او الفتاه مولي اللي بتنتسب الى الهنود الحمر واللي بتعيش مأساة شديدة الصعوبة، سواء لانتسابها لعائلة بيقضي منها عدد كبير نتيجة جرائم القتل، أو ربما لإصابتها مرض السكر اللي بيأثر على حياتها جدا، واللي بتكتشف بعد كده إن في أفعى بتسكن منزلها هي سبب كل الأضرار اللي بتحصل دي. ده باختصار شديد بحاول إن أنا ألخص لك 3 ساعات ونص أو قصة من القصص اللي هي الغنية بالتفاصيل جدا من غير ما أحرق لك الحاجة. ولو إن أنت لو ركزت في البوستر بتاع الفيلم تبتدي تفهم مين ورا الأحداث دي كلها. من هنا بقى لغاية نهاية الفيديو ده أنا اسمح لي إن أنا في بعض التفاصيل اللي ممكن أحرق لك بيها بعض الحاجات الجيدة. لكن اول حاجه انا قلتها في الفيديو خالص، فكره ان فيلم طويل ك3 ساعات ونص او 3 ساعات وثلث زي ما انا بقول لك، هو الفيلم فعلا طويل عشان ما اضحكش عليك. ولكن طول الفيلم كان اتكلم عنه مارتن سكورسيزي، قال لك اذا كان الناس عندها القدره ان هي تقعد على الكنبه بتاعتها في الويك اند عدد كبير من الساعات انها تشوف ماتش او تشوف مسلسل من المسلسلات اللي بتحبها لكذا ساعه ورا بعض، وده حقيقي بيحصل. فلما لا يذهبوا الى السينما ويستمتعوا بفيلم معين ويبذلوا مجهود عشان يشوفوا حاجه جيده؟ ودي حاجه غريبه لان غالبا السينما بتجذب الناس كلها على فكره الترفيه، وبالتالي ان انا اطول لك مده فيلم بحيث ان اوقعك في دايره الملل دي بتبقى حاجه طارده جدا ونافيه للجمهور. ومن هنا النقطه اللي انا قلتها حاليا دي هي عكس كل حاجه، الملل. لان انا وانا بتفرج انا حسيت فعلا بشيء من تباطؤ الاحداث يمكن بعد حوالي 45 دقيقه او ساعه، ولكن بمجرد ان انا حسيت الاحساس ده فوجئت بنفسي بواصل ساعتين وشويه بعديها وانا بتفرج على الفيلم من غير ما احس بملل اطلاقا. وده رغم ان في نقط غريبة جدا في الفيلم ده لا تمت إلى أسلوب سكورسيزي من وجهة نظري. الفيلم على مستوى الأحداث أو التمثيل لا يدعو إن أنت تشعر بالملل أو الزهق وأنت بتتفرج، ودي دي كل اللي أنا هقوله هنا ده آراء الشخصية، يعني ربما في ناس تختلف، ولكن فعلا أنا ما حسيتش بعد كده بملل، باستثناء بقول لك تباطؤ الأحداث يمكن في مش أول نص ساعة، حتى في نص الساعة الثانية. الفيلم هنا الناس كانت بتقول ده فيلم حقيقي لعشاق السينما، ولكن مش اي واحد بيحب السينما ممكن يحب الفيلم ده. ليه؟ لان انت لو هتخش الفيلم ده انت داخل عشان حاجه من 3، يا اما انت عاشق الافلام سكورسيزي، او ان انت قريت الكتاب فهتحب تشوف ان الكتاب ماشي ازاي، او ان انت زي مجنون باحد الممثلين الموجودين في الفيلم. وانا بتكلم هنا تحديدا عن روبرت دينيرو، لكن في ناس كتير ممكن تخش عشان ليوناردو دي كابريو موجود على الغلاف، ودي حاجه طبيعيه يعني. لكن الفيلم ربما قد لا يكون جاذب جدا لو انت بتدور على رتم سريع من الاحداث، لان رتم الفيلم ما هوش سريع. الاحداث الحاده، ودي بقى النقطه اللي انا بتكلم عليها على اسلوب مارتن سكورسيزي. في حاجات معينه انت بتتعود عليها في الافلام بتاعته وربما حتى في الافلام الاخيره مش موجوده هنا خالص. اولا افلام سكورسيزي بتتميز بمشاهد عنف قويه جدا واحيانا بتبقى مؤذيه. في مشاهد هنا قتل كتيره، ولكن انا ما بعتبرهاش من المشاهد المؤذيه. انت لو بتتفرج على افلام
سكورسيزي او تارانتينو، انت هتلاقي مشاهد القتل مفزعه هناك مقارنه بالموجوده في الفيلم هنا مشاهد القتل كان هدفها الشديد ان انت مجرد انك بتشوف الجريمه بتحصل فبتفهم بعد كده ان المسار اللي هتمشي فيه مجموعه الجرائم دي ايه، لكن المشاهد ما هيش صادمه او دمويه الى قدر كبير. نقطه تانية، الفيلم المشاهد اللي موجوده فيه المفروض انها بتكشف لك انعطافات السيناريو او ان في شخصيه معينه بتكتشف بعد كده ان هي ليها دور اخر غير بتظهر عليك، ما كانتش بالحده او بالمفاجاه اللي المفروض بتتوقع انها تشوف الفيلم. الفيلم كأن حد بيحكي لك حكايه بالظبط، لدرجه ان هو بيحكي لك لا فلان ده هو طلع هو اللي عمل كذا كذا، فبعد كده الاحداث مشيت ومسكوا عارف بنفس الطريقه اللي انا بحكيها لك دي. مفيش مثلا عارف موسيقى بتتصاعد في المشهد ده، زوايا تصوير مرعبه، انفجار للاحداث، عارف تحول مثلا. يعني احد المشاهد انت بتكتشف مين فيها الراس المدبر للموضوع ده كله. المشهد ده المفروض ان هو يبقى مشهد ايقوني، المشهد ده بيعدي معاك بمنتهى السلاسه، عارف اللي هو انت بتحس كده ان الفيلم بيسير على قطار بسرعه ثابته. ودي حاجة ربما تثير اندهاش البعض، ولكن حتى وانا بتفرج عليها ما اذتنيش خالص وانا بتفرج على الفيلم، رغم ان انا لو اي مخرج تاني انا هعلق على النقطة دي معاه، ولكن هنا انا ما حسيتش فعلا ان النقطة مقللة من جودة الفيلم او من تفاعل الاحداث على الاطلاق. ويمكن دي احد المواهب اللي بيتمتع بيها مارتن سكورسيزي، ان هو يحطك في القصة لدرجة انك بتتقبل انك تكتشف الاحداث والالتواءات الموجودة في السيناريو او في الدراما نفسها بدون ما يبقى فيه تركيز على الشاشة، ده عكس مشاهد كتيرة ممكن تشوفها له في افلام تانية يعني. النقطة الثالثة، العنصر النسائي اللي موجود هنا بعتبره برضو مختلف شوية عن العناصر النسائية اللي كانت موجودة في افلام سكورسيزي. العناصر النسائية دايما عناصر فاعلة، حادة جدا، مشتبكة دايما مع البطل، دايما في صراع بينها وبين البطل، لكن العنصر النسائي هنا كان مختلف تماما. عنصر هادئ، عنصر احيانا بيبدو كأنه مستسلم، عنصر عنده عاطفة عالية جدا. فدي كانت نقطة لافتة نظري في فكرة أداء اللي يمكن العنصر النسائي أو العناصر النسائية، ربما باستثناء أحد إخوات مولي نفسها اللي كانت موجودة في الفيلم، وهي دي اللي كانت شخصية ثورية أو شخصية عنيفة شوية إلى حد ما. لو هتكلم عن نطاقات التمثيل، الممثلين هنا معظمهم في احسن حالاتهم. ليوناردو دي كابريو جيد جدا في حدود الدور اللي هو عامله تمام، ولكنه ليس مبهر في الحقيقه. يعني أو انا وانا بتفرج على الفيلم ما حسيتش ان هو ده دي كابريو المبهر اللي عينك فعلا بتاخده، نظرا يمكن لان الشخصيه نفسها اللي هو بيقدمها شخصيه ضعيفه الشخصيه، وصوليه، جبانه. فكل الكلام ده لما ظهر قدامك على الشاشه في تمثيله ربما ما لفتش نظري كتير، ولكن ده راجع لان كان فيه طغيان كان موجود من الشخصيه الاخرى اللي انا هتكلم عليها. خلينا بس نتكلم على الشخصيه النسائيه الموجوده هنا. ليلي جلادستون كانت جيده في الدور ده لدرجه ان انا مش متذكر لها، ما كنتش متذكر لها ادوار معينه قبل ما اخش اشوفها في الفيلم ده. فانا توقعت ان الممثله دي بالتاكيد من الهنود الحمر، دي مستحيل تكون ممثله امريكيه عاديه من كتر اتقانها للدور الموجود. يعني قدره على الهدوء وعلى تركيز المشاعر وعلى اظهار الحزن واظهار التعاطف بطريقه بارعه، في نفس الوقت بتستدعي المخزون اللي دايما في ذاكرتك عن اعضاء الهنود الحمر بما يظهر عندهم من حكمه وقدره على التواصل مع الطبيعه ومع الرموز الموجوده، الرموز الدينيه عندهم، وفي نفس الوقت الصبر او الجلد. كل الكلام ده بيظهر منها في اداء تمثيلي متميز الى ابعد درجه ممكنه. اعتقد ان هي هتكون عنصر اساسي من العناصر اللي ربما تترشح لجائزه اوسكار عن الفيلم ده. الفيلم ده بقى من الاخر من وجهه نظري انا هو ده عباره عن بطوله حقيقيه. واحد الخدع اللي مارسها علينا مارتن سكورسيزي ان هو يقول ان الفيلم ده البطل الاساسي بتاعه ليوناردو دي كابريو. لا يا جماعه، سكورسيزي اعتقد ان هو نصب على الناس وجاب صاحبه اللي بقاله معاه 50 سنه واداله اهم واقوى دور، فكافئه روبرت دينيرو ان هو اداله اهم واجمل اداء انت ممكن تتفرج عليه للشخصيه اللي موجوده دي، شخصيه الرجل الثري، الرجل اللي مصلحته فوق اي حد، الرجل الشاره للمال، الراجل اللي حياه الناس عنده لا تساوي اكتر مما يمثلوا له من قيمه ماديه. اداء انا كنت مستمتع بدرجه غير طبيعيه، وبالتالي احد الاراء اللي بتقول ان هو فعلا ربما كان هيترشح لاوسكار لولا وجود روبرت داوني جونيور، انا اتفق معاه جدا، لدرجه ان انا فعلا فضلت قاعد شويه اقارن ما بين الادائين وانا مش عارف اختار مين فيهم. ولكن لو انا هختار فانا راجل نادل بصراحه، وانا هرشح دايما حبيبي روبرت دينيرو. انا عاشق لظهور الراجل ده على الشاشه، وفعلا النسخه اللي بتظهر منه في الاداءات مع مارتن سكورسيزي مختلفه واكثر تركيزا وحده من كل النسخ اللي بتظهر مع مخرجين التانيين. هو ممثل بارع، واحد اساطير السينما، هو بالنسبه لي هو اسطوره السينما واحسن ممثل انا شفته في حياتي يعني. ولكن مع مارتن سكورسيزي بيظهر منه نسخه غير طبيعيه، والاداء بتاعه في الفيلم هنا
ممتع بدرجه غير طبيعيه. اخر ساعه في الفيلم، الساعه اللي بتتدخل فيها الاف بي اي وتبدا تحقيقاتها وبعد كده الموضوع بيوصل لدرجه المحاكمه، جيده جدا جدا جدا، لافته للانظار، بل ان فيها عناصر تمثيليه مفاجاه وممتازه جدا. الفيلم من الافلام الممتعه لو انت بتحب السينما، الفيلم من الافلام الممتعه لو انت بتحب افلام مارتن سكورسيزي، لازم هتتفرج عليه لو انت بتحب اي بطل من الابطال دول. فانت هتقعد وهتستمتع، وحجه الثلاث ساعات ونص دي لن تقف عائق امامك، وانا اراهن على كده تماما. لكن لو انت بتحب الافلام اللي ليها رتم سريع، او اللي فيها مغامرات اكتر، او اللي فيها مفاجآت تصدمك على الشاشه او تظهر قدامك على الشاشه بالصوره صادمه، الفيلم ممكن بالنسبه لك ما يكونش مرضي ويبقى عليه علامات استفهام كتيره. لكن الفيلم ده بالنسبه لي فعلا من احلى الافلام اللي انا شفتها مؤخرا، وفيلم فعليا هو من اهم افلام فعلا 2023. تمنياتي لكم مشاهده ممتعه، واشوفكم فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.